الجولة 24 مليئة بالتشويق والإثارة نحو التتويج. الحذر يطال جوزيف زينباور. فريق الرجاء يكذب الشائعات. الرجاء يستعيد خدمات بوغرين وبولكسوت. تعرف على المنحة التي خصصها الرجاء للأولمبيك آسفية. تحضيرات أخيرة لمواجهة السوالم. شركة إنجليزية تظفر بصفقة تصميم ملعب الدار البيضاء الكبير. مسؤول رجاوي بوطريقة عنده ظروف خاصة أي تمنى ظلم حسبان ولم يعترفوا بقيمته. السلام عليكم متابعي قناة الشعب الرجاوية. في نشرة إخبارية جديدة أطلب منكم طلب بسيط هو الضغط على زر لايك أو زر الإعجاب لتساعد الفيديو بالظهور لرجاويين جدد. شكرا على دعمكم. بينما تقترب البطولة الاحترافية في قسمها الأول من محطاتها الأخيرة، يبقى التشويق والإثارة السمات المميزة للصراع نحو اللقب وكذا من أجل البقاء في قسم الأضواء. وتسعى فريق الصدارة وأسفل الترتيب خلال الدورة 24 من البطولة الوطنية الاحترافية إلى تحقيق نتائج إيجابية من أجل تعزيز حظوظها، سواء من أجل التتويج أو للحفاظ على مكانها ضمن فرق الصفوة. ويطمح فريق الجيش الملكي المتصدر برصيد 55 نقطة الذي يقدم مستويات جيدة منذ بداية الموسم والاستمرار في تحقيق الانتصارات عندما يواجه الأولمبيك آسفية. وينتظر فريق الجيش الذي يبتعد بفارق 4 نقاط عن ملاحقه المباشر فريق الرجاء مباراة صعبة ضد القرش المسفوي. من جهته يواجه فريق الرجاء العالمي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة الشباب السلمية الذي يعاني منذ مدة دورات بهدف تحقيق 3 نقاط لانتهاء أي هفوة من المتصدر. يطال الحذر مدرب نادي الرجاء الرياضي جوزيف زينباور قبل المباراة المقبلة للفريق أمام الشباب السوالم السبت القادم لحساب الجولة 24. ونقلا عن مصدر للموقع، وضع زينباور قبل المباراة المقبلة مؤكدا أن المدرب حذر من مواجهة السوالم ويرفض التعالي ودخول المباراة بتراخي. وتابع أن المدرب الألماني ينبه لاعبيه بعدم الانصياع إلى قراءات المسبقة كون الرجاء صاحب الأفضلية على شباب السوالم، مشيرا إلى أنه حذر وينقل حذره للاعبيه بهدف قطع الطريق على أي مفاجأة ممكنة. ويطمح زينباور لتحقيق الانتصار في جميع المباريات المتبقية بالبطولة الوطنية أملا في الضغط على الجيش الملكي وانتظار أي هفوة من الأخير قد تمكن الأخضر من بلوغ الصدارة. كذب فريق الرجاء كل الإشاعات التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية والتي زعمت وجود عصيان داخلي بين اللاعبين ساعات قليلة قبل مباراة شباب السوالم عن الجولة 24 من البطولة. ونشر الموقع الرسمي لفريق الرجاء صور لتدريبات الفريق الإعدادية لمباراة الغد السبت ضد شباب السوالم في إشارة إلى غياب أي إضراب من اللاعبين. وتدرب الفريق الأخضر ليلا أمام ضباب كثيف لكن تحت أضواء كاشفة بعدما نجح مسؤول النادي الأخضر في تثبيت أعمدة للإنارة بالأكاديمية النادية تسمح ببرمجة التدريبات ليلا وخاصة في شهر رمضان. في المقابل حرص الموقع الرسمي لفريق الرجاء على نشر صورة يظهر فيها عبد إله الإبراهيمية جنبا إلى جانب عبد هالة في خطوة لدرء ما نشر عن وجود خلافات بين الطرفين. في سياق متصل تدخل مامون البلغيتي المشرف العام للفريق الأول لحل أزمة الفريق الأول بصرف رواتب اللاعبين، إذ ضخ ما يزيد عن 300 مليون سنتيم من ماله الخاص لدعم الفريق الأول. من المنتظر أن يستعيد فريق الرجاء الرياضية خدمات لاعبيه صابر بوغرين ومحمد بولكسوت في مباراة شباب السوالم برسم الجولة 24. وسيكون اللاعب صابر بوغرين حاضر رفقة الفريق الأخضر في مباراة يوم غد بعد الاستفادة لعقوبة الإيقاف عقب غيابه عن المباراة الأخيرة أمام الفتح الرباطية بسبب جمعه ل4 إنذارات. بالمقابل سيستعيد فريق الرجاء خدمات اللاعب محمد بولكسوت بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل والتي حرمته من المشاركة في المقابلة الأخيرة أمام الفتح. ويستقبل فريق الرجاء ضيفه شباب السوالم يوم غد السبت.
وعدت إدارة نادي الرجاء بتخصيص منحة مالية مهمة للاعب فريق أولمبيك آسفية من أجل تحفيزهم على هزم الجيش الملكي، وخصص الرجاء 5000 درهم للاعبي أولمبيك آسفية في حال تحقيقهم نتيجة التعادل أمام الجيش الملكي، و10000 درهم في حال تحقيق الانتصار على الفريق العسكري. ويسعى الرجاء إلى تدارك فارق النقاط الأربعة بينه وبين الجيش الملكي، علما أن مهمته ستكون سهلة نسبيا، وهو يواجه شباب الرياض السالمية المعدة بأسفل سبورة ترتيب البطولة. ويبتعد الجيش الملكي عن الرجاء ب4 نقاط، ما فرض على النسور اللجوء لتحفيز الأندية التي تواجه الجيش الملكي بمنح مالية مهمة. قررت السلطات الأمنية منع تنقل جمهور الفريق المسفوي إلى مدينة القنيطرة لمنع أي اصطدامات بين الجماهير. ويحتل فريق الجيش الملكي صدارة ترتيب الدوري الاحترافي. يخوض فريق الرجاء مرانه الأخير قبل مواجهة أمام شباب الرياض السالمية لحساب مباريات الأسبوع 24 من البطولة. وخاض الفريق الأخضر بأكاديمية النادي أمس الخميس الحصة التدريبية قبل الأخيرة لمواجهة السوالم، والتي شهدت حضور جل العناصر الأساسية. ويحتل الرجاء المركز الثاني في جدول الترتيب ب51 نقطة، مختلفا ب4 نقاط عن الجيش الملكي. ويتطلع النسور إلى تخطي النادي السالمية وانتظار ما ستفسر عنه قمة المتصدر الجيش الملكي وضيفه أولمبيك آسفية لتقليص الفارق عن صاحب الصدارة. تمكنت شركة إنجليزية من الظفر بصفقة تصميم الملعب الكبير للدار البيضاء، وذلك من أجل احتضانه لمباراة كأس العالم 2030. وتمكنت الشركة المشار إليها والتي تعد من بين أشهر مكتب دراسات في العالم من الظفر بتصميم ملعب الدار البيضاء الذي سيكون وعاءه العقارية ضواحي بن سليمان. وسبق لمكتب الدراسات الإنجليزية أن حاز على صفقات عالمية لإنشاء مشاريع عملاقة من قبيل ملعب توتنهام الإنجليزية، مطار هيثرو بالعاصمة الإنجليزية لندن. بالإضافة إلى ذلك فتمكنت الشركة ذاتها من تصميم ملعب لوسيل بقطر، إضافة إلى تجديد ملعب ويمبلي. تداول الجمهور الرياضي ووسائل الإعلام الوطنية باهتمام كبير تواجد محمد بوطريقة رئيس النادي خارج المغرب لفترة طويلة. طرح سفر هذا الأخير للخارج وغيابه عن تسيير الفريق الأخضر، إلى جانب غيابه عن منصب رئيس لجماعة درب سلطان وقبة البرنامج الكثير من علامات الاستفهام. وكان عادل الهالة أحد أعضاء المكتب المدير للرجاء قد نفى في وقت سابق هروب محمد بوطريقة صوب الخارج، مؤكدا في فترة نقاهة بعد إجرائه عملية جراحية، وأنه سيعود إلى أرض الوطن بعد 2 إلى 3 أشهر لا بعد تقدير. غير أن رواية عادل هالة النائب الأول لرئيس بوطريقة والمكلف بالديجيتال في الفريق الأخضر فندها حسن السنيني المنخرط الرجوي وحارس العام بأكاديمية الفريق الأخضر، مؤكدا أن رئيس النادي يتواجد في الخارج من أجل حل مشاكل داخلية